لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم يتعلق في دموع الخائفين أغلى دموع، وبكاء المخبتين أحلى بكاء. اليوم نتكلم عن البكاء من خشية الله. الإنسان يبكي من خشية الله، الخوف من الله، الرجاء بلقائه، الحنان إلى الجنة، وهكذا. البكاء من خشية الله شيء محمود جدا، وله فضائل كثيرة. البكاء الخالص الذي ينتج عن خوف الله، والخوف من عقابه، والخوف من تراكم الذنوب التي نعملها وكثرتها. البكاء إلى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، والرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم وجنات. لكن الشرط أن يكون صادقا من القلب، مخلصا لله، لا يشوبه حب السمعة أو الرياء، ولا يستبين نية الرياء. البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أحب الدموع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن الدموع، عن البكاء من خشية الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. قطرة من دموع في خشية الله، قطرة يبكيها الإنسان من خشية الله، يذكر الله خاليا
ففاضت عيناه. أو القطرة الثانية التي يحبها الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، أي الجروح والقتل والتقتيل في الجهاد في سبيل الله. البكاء، إن البكاء من خشية الله نعمة كبيرة من أجل وأعظم النعم. وتكون هذه البكاء عادة من رقة القلب. قلب المؤمن رقيق بسبب الإيمان. إذا كثر الإيمان في القلب يكون قلب الإنسان رقيق، يخشى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ومثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هو عبارة عن هداية من الله سبحانه وتعالى بكثرة التطوع وكثرة الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان المؤمن إلى هذه الخشية من الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليه: أتيت النبي كان يصلي، فأتى هذا الصحابي الجليل إلى النبي وهو يصلي، فقال الصحابي وهو الرسول يصلي، فقال: سمعت ولجوفه أزيز صوت كأزيز المرجل من البكاء، يعني من البكاء الشديد. المرجل هو إبريق القهوة أو الطبخ حينما يغلي كثير إلى درجة حرارة شديدة وله صوت. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لجوفه أزيز صوت كبير كثير من البكاء، من كثرة البكاء صلوات الله عليه وسلم. البكاء من خشية الله من أفضل الأعمال، عمل جيد يعني له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البكاء لا يقدر عليه ولا يستطيع إلا من وفقه الله، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا بالآية: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. تقرب الإنسان بالطاعات يصل إلى هذه الدرجة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يعني من يشاء إذا أراد العبد أن يتطوع ويعمل أعمال كثيرة فالله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويكون ويعطيه هذه النعمة. ما يقوم بهذا البكاء إلا من وفقه الله من أهل الخير
من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الأعمال الصالحة، الذي يكون دائما وأبدا لسانه يلهج بذكر الله. كل عمل خير يقدم عليه، ما من عمل خير إلا ويكون له السبق فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يعني من خشية الله، وهؤلاء الذين لهم الأجر الذين يبكون من خشية الله، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا يلج النار، يعني لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله. عن رجل يبكي من خشية الله لا يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع. وهل يعود اللبن بالضرع؟ لا يعود. يعني الله سبحانه وتعالى وعدنا بمن يكون عنده هذه الخشية، خشية من الله سبحانه وتعالى، وهذه البكاء يجزي عليها الله سبحانه وتعالى. كان هناك صحابي جليل اسمه كعب الأحبار رضي الله عنه، كان يهودي حبر من أحبار اليهود، أسلم، حبر وأسلم رضي الله عنه. يقول هو هذا قوله هو: لأن أبكي من خشية الله، لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أو على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. دمعة على خده، يقول أفضل لي، شوف الأجر كم هو كثير، يقول أفضل لي من أن أتصدق بوزن ذهب، من الذهب. شوف هذا هو يعرف، لأنه هو كان حبر وأسلم وكان من الصحابة رضوان الله عليه. أيضا أحد الصحابة رضوان الله عليه كان يبكي ويمسح بدموعه وجنتيه مع وجهه، يمسح وجنتيه من البكاء. فقيل لهم: لما تمسح وجهك بدموعك؟ تمسح، المفروض أن يمسحها كما نعمل نحن نمسحها بيدنا أو شيء، لكن هذا الصحابي كان يمسح الدمعة على وجهه لتنال مساحة كبيرة على وجنتيه. فقيل له: لما تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكان، يعني هذه الدموع اللي تنزل من خشية الله إذا أصابت أي جسمك من أي موضع من جسم الإنسان إلا حرم على النار. فمن أجل هذا كان ذلك الصحابي رضوان الله عليه يمسح جسده. البكاء من خشية الله إنما ينبعث من القلب الرقيق اللين الذي يتجاوب مع ذكر الله، مع الأعمال الصالحة. القلب خاشع، حنان واسع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يزيد في الخشية هو قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالتفكر، قراءة القرآن، مجالسة الصالحين، رجل صالح صديق، ذكر الله دائما وأبدا على لسانك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. قلب دائما يفكر في عذاب القبر، في عذاب الله، في مقابلة الله، في عقاب الله، في الآخرة، ما يترتب علينا حين نواجه الله سبحانه وتعالى. رقة القلب أيضا ذكر الموت دائما وأبدا، أن الإنسان سيكون في قبره وحيدا. تركتموني وحيدا أقاسي العذاب، يعني الإنسان في القبر لو يبقى لوحده ما يأخذ معه
إلا عمله ويحاسب وحيد. نعم، وينزل عليه الملكين فيسألان. أيضا كذلك الأمر الصديق الذي يدلك على الخير دائما وأبدا، صديق من الصالحين المتقين يدلك على الخير. كما ذكرنا قراءة القرآن من أهم شيء، بالتدبر والتفكر دائما وأبدا، محاسبة النفس، توبة دائما وأبدا، الاستغفار دائما وأبدا. الرسول كان صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد وهو الرسول يستغفر 100 مرة في اليوم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الاستغفار أفضل يمحق الذنوب، محق دمرها. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. احفظ هذه واذكر الله دائما وأبدا. لسانك يجب أن يكون دائما وأبدا رطبا بذكر الله. الرسول كان، تقول عائشة رضوان الله عليه، كان يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحيان، يعني بكل وقت، ليل نهار أينما كان. حاسبة النفس، الإكثار من النوافل دائما وأبدا، يعني أي شيء تعمله الله يرفعك في درجة، لأن الجنة درجات، 100 درجة، الجنة 100 درجة، تقاسموها بأعمالكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث ادخلوا الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى، ادخلوا الجنة برحمته ليس بأعمالنا، ما عملنا ما ندخل الجنة إلا برحمة الله. وتقاسموها بأعمالكم، على قدر ما تعمل الجنة لك من الجنة، على قدر العمل الذي تقوم فيه. إكثار من النوافل، الاستغفار، التفكر في أهوال يوم القيامة، الحشر، العرض، الوقوف بين يدي الله. أيضا مما يلين القلب المسح على رأس اليتيم، تقبيل الأولاد الصغار، أولادك، مداعبتهم، الإحسان إلى الزوجة. نحن نحسن إلى الآخرين ونهمل الأولاد والزوجة ونعامل معاملة قاسية. من أهم شيء هي لرقة القلب هو الإنسان يكون حسن العشرة مع عائلته، مع أولاده، يلاعبهم ملاعبة لطيفة، يقبلهم، يداعبهم. وكذلك الزوجة معاملة حسنة، الزوجة لا يليق بها إلا المعاملة الحسنة. أيضا عثمان بن عفان رضوان الله عليه، ذلك الصحابي الجليل الذي اشترى الجنة، ما هم مع عثمان ما عمل بعد اليوم رضوان الله عليه، ما عمل بعد اليوم له الجنة. اسمع، كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه إذا وقف على القبر، أي قبر، بكى حتى يبل لحيته من كثرة البكاء. فقيل له نذكر الجنة والنار فلا تبكي، لما تبكي عند القبر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبر: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. القبر لأنه أول ما يموت الإنسان إلى القبر. يقول الرسول، يقول عثمان رضوان الله عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول منزل من منازل الآخرة هو القبر، فإن نجا من، يعني الإنسان إذا نجا من القبر كان جنة أو روضة من رياض الجنان، نجا معناها، فما يأتي بعده أيسر، سهل.
يعني قطع المرحلة الصعبة. فكان عثمان رضوان الله عليه يبكي بكاء مرا كثيرا، لأن القبر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نستعد للبيوت وللرفاهية وللسيارات، ما ننسى القبر. كل واحد منا ينزل إلى هذا القبر في يوم من الأيام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. فالاستعداد للقبر دائما وأبدا الإنسان يستعد بذكر الله. إذا نزف البكاء دموع عينك فاستعر، إذا نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار؟ من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.